فضائل القرآن الكريم كثيرة جدا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه رفعتكم، فيه محاسن أعمالكم، فيه مكارم أخلاقكم، أفلا تعقلون لهذا الفضل العظيم. وقد ذكر الإمام المنذري رحمه الله حديثا عظيما يبعث الإنسان منا على تجديد الهمم والتنافس للرفعة فيما عند الله عز وجل من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. ذكر رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. فيقول القرآن يعني لصاحبه الذي كان يعمل به في الدنيا ويتخلق بأخلاقه، يقول له: أما تعرفني؟ فيقول الرجل: لا أعرفك. فيقول له القرآن: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه. يقول العلماء: لا شك أن من عرف قدر القرآن عاش سيدا ومات سيدا وبعث يوم القيامة مع ملوك أهل الجنة الذين أحبوا الله عز وجل وأحبوا كلامه فقربهم إليه في جنته ودار كرامته ومقامته. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني أفضل من الدنيا ومن عليها. فيقولان يعني الوالدان: يا رب بما كسينا هذا؟ يعني يا رب نحن لم نعمل العمل الذي يؤهلنا لهذه الكرامة وهذه المكانة وهذه الرفعة، يا رب بما كسينا هذا؟ فيقال لهم: بأخذ ولدكم القرآن، أنكم صبرتم على تعليم ولدكم القرآن وأخلصتم في تعليم ولدكم القرآن، فكان الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم يقال لصاحب القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. يقول الشاطبي رحمه الله: فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا.